السلام عليكم. ملخص طريقة اللعب في ماتش الزمالك لو انت عايز تكسب الزمالك، وان شاء الله هنكسب الزمالك يعني، حتى لو غايب عندنا بتاع 7 8 لعيبة اساسيين يعني، وانت بتلعب تقريبا الاهلي يعني بربع فريق. طيب الملخص بقى وسط الكلام، انت ما تعملش ضغط عالي عليه، انت سيبه يجيلك وقابله من بعد نص الملعب، وضيق المساحات على قد ما تقدر، وسيبهم يباصوا وكده وخلوهم يلعبوا دوم الكورة. العبوا وانت دافع كويس. الاهلي دافع كويس قوي في المنطقه بتاعه 30 متر الصغيره دي، دافع كويس قوي على قد ما تقدر. طيب قطعت الكوره، في ظهر الباكات بتوعهم هتلاقي في شوارع مفتوحه ورا، شوارع فعلا حقيقي. اول ما تقطع الكوره ما تبصيش كتير، الكوره الطوليه كويسه في المساحه الفاضيه اللي هيجري فيها الوينجات بتوعك، هتروح انفرادات وهجمات مرتده خطر جدا عليهم. بس لازم يكون الوينجات بتوعك تنزل الناس السريعه عندك والمهاريه. لازم تلعب عبد القادر، لازم تلعب رضا سليم ووسام، التلاتة دول لازم تلعبهم، ولازم تلعب معلول، ولازم تلعب عمر كمال عبد الواحد. الناس دي بتعرف تدافع وهتعرف تهاجم في الهجمات المرتدة، عندهم سرعة وعندهم مهارة. كده هتعرف تكسب جوميز، وهتكسبه لو هو معرفش يجيب فيك جون في أول 10 دقايق أو ربع ساعة، هتعرف تكسبه. جوميز بيحاول يفكر إن هو يكسب فريق الأهلي إزاي؟ إن هو يضغط عليك جامد يحاول يجيب جون فيك في أول ربع ساعة، وعايز يكسب ود يعني جماهير نادي الزمالك. هو فرحوا جدا لما الزمالك كسبوا الاتحاد 3، هم فرحوا جدا. جوميز ده جامد جدا، وجوميز ده ما حصلش وبيهاجم مش عارف ازاي وبيلعبوا ازاي والشكل والاداء، والزمالك جامد والزمالك كذا. فهو مش هيغير التشكيل، وهو هيروح يلعب بنفس التشكيل ونفس الطريقه اللي لعب بقى قدام الاتحاد علشان خاطر يتقال عليه ان هو جامد جدا وخاربها. طيب انت سيبه بقى، خليه يجيلك ويلعب كده، وانت العب هجمات مرتده وكده، وهتروح بيه انفرادات كتير جدا وهتزعله. وفي الفاول في الكورنر نفس الموضوع، احسن وقت تعمل فيه الهجمه المرتده لما تقطع منهم الفاول اللي هيلعبوه او الكورنر بتاعهم، ما عندهمش تمركز بعديها ابدا. يعني في الوقت ده لو انت قطعت الكورنر بتاعهم والفاول، اعمل هجمه مرتده بسرعه، عشان مبقوش متمركزين ورا خالص، مهاجمين بكميه اعداد كبيره وسايبين الدنيا ورا فدادين فاضيه. كده هتكسب. سلام.